اتصلت على جوزي وقلت له روح الفرن هات لنا معاك قرص وانت جاي. راح الفرن لقيته جاي وجايب معاه 10 قرص. بقول له ايه ده؟ 10 قرص؟ قال لي ال10 قرص دول ب50 جنيه. قلت له ب50 جنيه؟ ده ما يكفوش العيال. طب هم هياكلوا واحنا مش هناكل؟ فقلت له لا، روح رجعها، انا هعمل لك دلوقتي بكيلو دقيق 50 قرصة. قال لي يا سلام. قلت له والله العظيم وهتشوف. وبالفعل دخلت المطبخ، شغلت العجين وعملت زي ما انتوا شايفين كده اكتر من 50 قرصة بكيلو دقيق واحد. وقرص بقى احلى من مليون فرن زي ما انتوا شايفين كده، تحفة. قرص نواعم كمان، مش بتاعة الفرن اللي بيبقوا عاملينها بسمنة اللي هي العادية او اللي هي بتبقى مبسوسة. لا، دي قرص مخدومة وبلبن بلدي في البيت. يلا مع بعض نشوف الطريقة. جبت البولة بتاعة العجان بتاعتي ونزلت عليها بكيلو دقيق، وبعد كده حطيت واحدة بيكنج باودر، وبعد كده كيس خميرة، ورشة كده ما بين صوابعي ملح، ودول كده ب10 جنيه سمسم، وكيس من الفانيليا. وبعدين شغلت بقى العجان كده، وزي ما انتوا شايفين قلبتهم مع بعض، خلطت المكونات دي كلها مع بعض، وسيحت كده بالظبط نص كيلو من السمنة. يعني ما يعادل كوبايتين ونص من السمنة. سيحتهم كده يعني يدوب بس ساحوا، مش قدحتها. وبعد كده نزلت على الدقيق وشغلت العجان زي ما انتوا شايفين كده. هي دي كده مرحلة البس. لو ما عندكيش عجان بتفضلي تجيبيها كده ما بين ايديكي وتبسيها. تمام. في اثناء دي بقى ما هي بتتبس كده في العجان، جبت عندي نص كيلو من الحليب، وحطيت 3 معالق كده من السكر، دوبتهم حلو. وبعد ما السمنة دخلت جدا، يعني تدخلت كده مع الدقيق، ابتديت ان انا انزل باللبن، وحطيت مكان اللبن ده شوية من المية، علشان انا عايزة العجينة بتاعت القرص بتاعتي تكون عجينة طرية وطيعة كده معايا. هشوفها دلوقتي محتاجة ايه. طبعا انت لما بتمسكي العجين بايديكي بتحسيه هو محتاج ايه. لقيت ان هي محتاجة كمان شوية من السائل، فحطيت لها وابتديت ان انا اعجن. طبعا لو ما عندكيش عجان مفيش مشكلة خالص. هتعجنيها، هي سهلة خالص. هتعجنيها في طبق عادي. بعد كده حطيت عليها شوية كده من المية. تمام كده العجينة عندي بقت كويسة. النور هنا قطع. خدتها بقى وطلعت بره في الصالة. كده هوريها لكم ان هي كده اتعجنت كويس. لما بتمسكيها كده وبتكوريها وتحطي صباعك فيها، لو شققت تبقى محتاجة سائل تاني، ما شققتش يبقى كده عجينتك كويسة. هغطيها بقى بالكيس وعليها بفوطة كده من بتوع المطبخ، وهسيبها ان هي تختمر. تمام. بعد ما اختمرت كده سبتها حوالي ساعة، اقل كمان من ساعة. دي العجوة بتاعتي، حطيت عليها شوية من المية وحاجة بسيطة خالص من السمنة او الزبدة، و قلبتها كده على النار زي ما انتوا شايفين، لان السمنة او الزبدة او الزيت بتنشفها، انما المية بتخليها طرية كده معاكي وبتبقى جميلة. هتاخدي بقى طبعا زي ما انت حابة تقطعيها، عايزة تكبريها عايزة تصغريها براحتك. انا عملت منها سادة وعملت منها بالعجوة. بتاخدي اللي هي هتحشيها بالعجوة، بتفرديها وبعدين بتجيبي بالمعلقة تحطي العجوة وتكوريها وتبططيها وتحطيها عندك في صينية. طبعا الصينية مش مدهونة زيت خالص ولا مدهونة حاجة. هي ما شاء الله القرص بتاعتنا واخدة سمنتها حاجة كده بتدوب في البق، تحفة. دي اللي بالعجوة بتاعتي. اللي بالعجوة انا جبت السكينة كده واديتها زي شرطتين في النص. والسادة انا علمتها كده ب3 شوكات كده في النص. وبعد كده هدخلها على فرن سخن، هولع عليها فوق وتحت. وزي ما انتوا شايفين طلعت بالجمال ده. وحاجة عاملينها عارفين طبعا بالنظافة بتاعتنا طبعا في البيت وكل حاجة، ومخدومة صح، وحاجة كده بيتي من الآخر. لو وصلتي بقى اعملي بقى لايك يا قمر للفيديو، واشتراك في الصفحة علشان كل لما انزل فيديو ان شاء الله تشوفيه. وقوليلي بتتابعيني منين. شايفين بقى القرص تحفة. متأكدة انك لما تجربيها هتعتمدي الطريقة دي.
وباي باي.